لايك واشتراك على الفيديو إذا كنت من عشاق موسى التعمري. أخواني أصدقائي الأعزاء، إن شاء الله يا رب كل شخص يضغط على زر الاشتراك ربي يوفقه ورزقه ويحقق اللي بباله ويفرج همه. ما شاء الله يواصل ابن النشامة الأردني موسى التعمري التألق والإبداع في الأراضي الفرنسية. نتكلم ونتحدث عن مباراة لعبت اليوم بين استاد رين وأنجي. في شوطها الأول نتكلم عن تفاصيله وملخصه على ملعب روازون بارك الذي اتسع لقرابة 30,000 مشجع. دار الحكم ماثيو الجولة 29 من الدوري الفرنسي. طبعا رين استحوذ أمام نادي إنجي بالطول والعرض. بداية الأمر هدف ذاتي في مرمى إنجي عن طريق ماريس لوري منح التقدم لاستاد رين. موسى التعمري واصل التألق في الدوري الفرنسي وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 25. طبعا الهدف الثاني لاستاد رين في هذه المباراة والرابع له مع ناديه في الدوري الفرنسي بعد أسيس من فالنتين رونجير. أخواني أصدقائي الأعزاء، ما شاء الله مباراة قوية بانتظار شوطها الثاني. مباراة سيطرة واستحوذ رين الذي راح يكون بعد هذا الفوز إذا تم تأكيده في الشوط الثاني في المركز الرابع ب50 نقطة. يعني ما شاء الله موسى التعمري حصل على أفضل لاعب في الشوط الأول بتقييم 7.8. قدم مستوى خرافي جدا. دعواتكم إن شاء الله بمزيد من التألق والنجاح ويزيد الغلة التهديفية في الشوط الثاني. لايك واشتراك على الفيديو وشكرا لكم.